طيب، اهلا يا شباب، عاملين ايه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. النهارده انا نازل اتمشى. انا في حديقه اسمها تايلور كريك في مدينه تورونتو في كندا. يوم النهارده جميل، يوم مش حبيت اقف كده واتكلم شويه عن فوائد المشي للصحه. بالنسبه لي انا لاحظت طبعا يعني وانا بسافر ان ثقافه المشي موجوده عند الناس بره بشكل كبير قوي. الناس بتحرص ان هي تمشي، ما بيصدقوا يلاقوا الجو كويس فينزلوا يمشوا او يعملوا رياضه. طبعا هنا عشان في البلاد دي في اوروبا او في امريكا الجو بيبقى ساقع في الشتاء، فالناس ما بتصدق في الصيف تنزل تمشي. لكن احنا عندنا طبعا ميزه في مصر او في الدول العربيه ان الجو كويس معظم السنه، فده بيخليك انت سهل ان انت تمشي وتستمتع بالرياضه يعني. فمقال منشور قريب من حوالي شهرين عن فوائد المشي. خلينا نبتدي كده نبص فيه ونشوف هم بيقولوا ايه عن موضوع المشي. هم بيتكلموا طبعا ان الابحاث اثبتت ان انت مش محتاج تمشي يعني مسافات طويله ماراثونيه. يعني انت بيتكلموا ان انت لو مشيت 30 دقيقه كل يوم ده هيفرق معاك جدا في صحتك، وهيؤدي الى لونج تيرم هيلث بنفيتس او فوائد طبعا صحيه على المدى الطويل. بيتكلموا ان هو انت لو محتاج بس مجرد تمشي 30 دقيقه في اليوم او نص ساعه في اليوم، بس بيتكلموا ان انت لازم تمشي بطريقه اسمها بريسك بيس. معناها ان انت ما بتمشيش المشي العادي بالطبيعه بتاعك، بتحاول تمشي شويه اسرع من المشي بتاعك شويه. مش هنجري، مش هنهرول، لكن البريسك بيس دي معناها حرفيا ان انت تمشي اسرع من الريتم بتاعك الطبيعي. فانت هتحاول بس تمد شويه في خطوتك وانت بتمشي. وبيتكلموا ان انت مطلوب منك في اليوم فقط 30 دقيقه. طبعا المقال بيتكلم عن او بيشرح 9 فوائد للمشي. انا هزود واحده من عندي، هيبقوا كده 10 فوائد للمشي. هنحاول نتكلم عليهم دلوقتي. وفي الاخر برضه بيتكلم ازاي عن خطه صغيره، ازاي انت تبتدي ازاي وتعمل لنفسك جدول بحيث ان انت تغير من نمط حياتك وتقدر تمشي اكتر. تمام، فخلينا كده نبتدي الكلام بتاعنا ونشوف ايه ال9 فوائد اللي بيتكلموا عنها في المقال. اول حاجه بيقولوا طبعا ان هو reduce risk of heart disease، يعني بيقلل الخطر بتاع امراض القلب. طبعا دي حاجه مهمه جدا، سواء انت سنك صغير سنك كبير. انت لو يعني لازم تهتم ان انت تحمي صحتك على المدى الطويل. حتى لو سنك صغير، انت لو من دلوقتي بتحمي نفسك لقدام، لو انت سنك كبير برضو مهم جدا ان انت تبتدي تمشي عشان تحمي نفسك من امراض القلب. طبعا بيتكلموا كمان مش مجرد امراض القلب فقط، لكن طبعا الجلطات، وكمان بيحسن الكوليسترول في الدم. تاني حاجة reduce stress او بيقلل التوتر. طبعا دي حاجة مهمة جدا 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 لينا كلنا. يعني كم مرة مثلا انت كان عندك نوع من التوتر او عندك مشكلة معينة ونزلت اتمشيت وبعديها رجعت حسيت ان انت احسن شوية، ان انت هديت، ان انت اعصابك ارتاحت. فطبعا موضوع الاسترس ده خطير جدا، كلنا بنعاني منه، وبيتكلموا ان المشي بيقلله. طبعا في ابحاث بتقول ان في مواد اسمها اندورفينز. المواد دي بتطلع الجسم بيفرزها لما بتمشي. الاندورفينز دي مواد مسؤوله عن المود او الحاله المزاجيه بتاعتك. فطبعا المشي بيحسن الحاله المزاجيه، بالتالي بينعكس على موضوع التوتر. تالت بنفيت او تالت فايده للمشي هو بيساعدك على التخسيس. طبعا موضوع التخسيس مهم جدا. معظم الناس بتعاني طبعا من زياده في الوزن الايام دي بسبب نوع الاكل، ويمكن في اسباب كتير للموضوع ده. يعتبر السمنه هو بنتكلم ان هو مرض العصر. فبيقولوا ان انت لو بدات تمشي ده بيساعدك جدا ان انت تقلل وزنك. وطبعا انت بتحاول مع الوقت بتبدا، لكن بتزود واحده واحده طبعا المشي بتاعك بحيث ان انت توصل لتنزيل الوزن اكتر يعني مع الوقت. رابع سبب هو سبب برضو مهم جدا جدا جدا، وهو بيقلل نسبة السكر في الدم. طبعا الموضوع ده في غاية الأهمية بالنسبة للناس المرضى السكر، لكن النقطة كمان اللي احنا عايزين نقولها ان هو مش لمرضى السكر فقط، هو لأي حد، للناس الطبيعة الأصحاء مهم ان هم ينزلوا السكر في الدم. ليه؟ لأن مستوى الفكرة ان احنا بنحاول نخلي مستوى السكر في الدم ثابت. ليه؟ لأن ده بيقلل طبعا الشعور بالعطش، بيقلل الشعور بالتعب اللي احنا بنحس بيه دايما بعد الاكل. معظم الناس لما بتاكل وجبه تقيله بتحس باجهاد بتعب. فهو بشكل عام احنا بنحاول نخلي مستوى السكر في الدم ثابت الى حد ما. فهم لقوا ان المشي ممكن يساعد في ده جدا. حتى بيقترحوا ان انت ممكن تمشي لمده 5 أو 10 دقائق بعد الاكل
ده هيساعدك ان انت يخلي مستوى السكر في الدم بتاعك ثابت وما يحصلش فيه صعود وهبوط عالي. فدي بصراحه من الفوائد اللي انا شايفها مهمه جدا يعني. طيب الفائده اللي بعد كده ان المشي مهم جدا للمفاصل والعظام. طبعا هنا بيشرح ان ازاي انت لما بتمشي طبعا ده بيزود الدورة الدموية للغضاريف، فده بيساعد يكون الغضاريف بتاعتك قوية تستحمل طبعا الرياضة والمشي. وده بيسموه المشي بيسموه له امباكت اكسرسايز، يعني رياضة لكن التحميل بتاعها المفاصل مش عالي، فهي تعتبر افضل رياضة للناس اللي عندها طبعا خشونة في المفاصل. كمان في نقطة مهمة جدا ان هو برضو بيقلل من خطر هشاشة العظام. مرض هشاشة العظام ده يعني من الأمراض الخطيرة جدا وبيصيب كبار السن، لكن انت لما يكون بتمشي او بيكون انت بتلعب رياضة من وانت صغير ده بيحافظ على جسمك وبيخلي العظام عندك أقوى، فده بيحافظ عليك قدام ان انت من خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام. طيب خلينا كده نكمل في المقال عن فوائد المشي. بيتكلموا طبعا بعد كده ان هو المشي كمان بيحسن من الجهاز المناعي. طبعا كلنا احنا بنبقى عايزين نحافظ على صحتنا، الجهاز المناعي بيحمينا من الامراض والعدوى بشكل كبير. طبعا انت مثلا بالذات في الشتاء مثلا احنا كلنا بنبقى خايفين من انفلونزا، خايف يجيلك برد، خايف يزورك يوجعك، خايف تعيا. لما تحسن جهاز المناعه بيحميك من الامراض دي كلها. هم طبعا لقوا اكوردنج للابحاث ان هو بيحسن الجهاز المناعي، فطبعا وده بيحسن الدورة الدموية وده بينعكس على الجهاز المناعي بشكل كبير، فعشان كده المشي مهم جدا هو يحميك من الأمراض والأوبئة. طيب الفائدة اللي بعد كده reduce cravings. معناها ايه كلمة reduce cravings دي؟ هي الكريفنج اللي هي الإحساس إن أنت عايز تاكل حاجة معينة، أو إحساس بيكون ده إحساس مش طبيعي، إحساس مرضي شوية. يعني ممكن مثلا نقول مثال، كم مرة انت حسيت مثلا فجأة كان نفسك تاكل حاجة مسكرة، نفسك مثلا نفسك اكل بسبوسة جدا، نفسك اكل كنافة، نفسي مثلا انزل اكل عند محل معين. الاحساس ده طبعا ممكن يكون طبيعي، لكن اغلب الوقت بيكون حاجة زي احساس وسواس قهري شوية، ان انت لا انا عندي كريفنج على الحاجة دي ونفسي اكلها، وغالبا تبقى حاجة مش صحية. الشعور ده لو انت حسيت بيه قبل كده انت مش لوحدك ده ناس كتير جدا بتحس بيه، وهي حاجه يعني في طبيعه البشر بشكل عام، لكن للاسف ان هي مش بتكون مش صحيه. لو جالك الاحساس ده مره، يعني الافضل انت تقاومه، لان غالبا بتبقى ده انت مثلا عايز تاكل حاجه مش صحيه وانت مش محتاج، اوريدي انت مثلا اتغديت او اتعشيت ومش محتاج تاكل تاني، لكن بيجي لك نوع من الكريفنج. واحيانا بيبقى مرتبط برضه بعض الامراض النفسيه، يعني مرتبط احيانا بالاكتئاب، مرتبط بامراض اللي هي البوليميا اللي هي طبعا اضطرابات الاكل والكلام ده. فهم لقوا ان المشي بيحسن الموضوع ده جدا، وبيقول ان انت لو جالك مثلا شعور فجأة بالكريفنج وعايز تاكل حاجه مسكره، انزل امشي ده هيساعدك ان انت تقتل الاحساس ده تماما ويقلله يعني بنسبه كبيره. ف فموضوع الكريفنجز ده من الحاجات المهمه جدا ولازم ناخد بالنا منها. نكمل المقال مع بعض. الفائده اللي اتكلموا عليها بعد كده هي تقليل خطر الإصابة بمرض السرطان. طبعا دي بصراحة من الفوائد المهمة جدا جدا، وهي طبعا مش للمشي فقط لكن بممارسة الرياضة بشكل عام. المقال هنا بيتكلم ان انت لو عملت moderate intensity exercise، يعني رياضة لكن مش رياضة عنيفة قوي، يعني رياضة متوسطة زي المشي وخلافه، بتقلل نسب الإصابة بمرض السرطان زي سرطان القولون، سرطان الثدي، سرطان طبعا الكلى، يعني انواع كتير جدا من السرطان مذكوره في المقال هنا. وده انت حتى محتاج لو عملت، سواء انت بتلعب رياضه بشكل عام او بتمشي او بتلعب سباحه، هو محتاج منك 2.5 الى 5 ساعات كل اسبوع فقط. فاحنا لو عملنا طبعا نص ساعه في اليوم مشي ده هيبقى كافي جدا ان احنا برضه نقلل نسب الاصابه بمرض السرطان. طيب آخر فايدة مذكورة في المقال رقم 9، وهي طبعا مهمة جدا جدا، هو تحسين النوم أو تحسين جودة أو عدد ساعات النوم. طبعا النوم من الحاجات المهمة جدا، انت محتاج تنام من 7 ل 9 ساعات كل يوم عشان تحس طبعا بنشاط. وطبعا يعني فوائد النوم الجيد كلنا نعرفها يعني،
فطبعا هم لقوا في كذا دراسة ان المشي بيحسن جودة النوم. وطبعا ده يعني مرتبط بقد ايه انت بتمشي كل يوم، عدد الخطوات او عدد الستبس اللي انت بتعملها. فدي من احد الفوائد المهمة جدا جدا للمشي. اخر فايدة مذكورة في المقال هي تحسين جودة النوم. طبعا النوم الجيد من الحاجات المهمة جدا لحياة صحية. افضل حاجة طبعا انت تنام من حوالي 7 الى 9 ساعات كل ليلة. طبعا ده هيساعدك ان انت تعيش حياة صحية، ويساعدك تاني يوم ان انت تبذل طبعا انشطة اكتر وتبقى مركز في شغلك. وليه فوائد كتير جدا. فطبعا لقوا في كذا دراسة ان المشي بيحسن طبعا جودة النوم بشكل كبير. فعشان كده طبعا الريكومنديشن هنا ان احنا نهتم برياضة المشي يعني. اخر سبب بقى انا هذكره شخصيا من عندي، هو ممكن يوفر لك فلوس كتير. على فكرة سهل جدا ان احنا كلنا بدل ما ناخد مثلا تاكسي او رايحين مكان معين ممكن ننزل نمشي. وعلى فكرة يعني سهلة جدا، انت لو مشيت نص ساعة فكر في كم مشوار ممكن تعمله بدل ما تاخد تاكسي او تركب عربيتك. طبعا العربية بتستهلك بنزين وبتحتاج فلوس للبنزين and so on. ففكر ان انت ممكن قد ايه توفر فلوس لو مشيت. على فكرة نص ساعة مشي ممكن توصلك حوالي 4 كيلو 5 كيلو، ودي مسافة يعني كبيرة يعني. اعتقد كلنا عندنا مشاوير ممكن تبقى في المسافة دي، وسهل قوي ان انت تنزل تمشي. فده هيوفر لك فلوس كتير للمواصلات. طيب دلوقتي بقى عايزين نتكلم ازاي نعمل خطة ان احنا نبتدي نغير نمط حياتنا ونهتم جدا برياضة المشي كل يوم. قبل بس ما نعمل الخطة بتاعتنا عايز اقول نقطة مهمة جدا، ان احنا في مصر بالذات او في معظم الدول العربية الجو بيساعدك جدا على المشي. انت عندك طول السنة الجو ملائم جدا، سواء انت في الصيف لو نزلت مشيت مثلا بعد المغرب او الصبح بدري بيبقى الجو مناسب. فيعني بالذات لو اتكلمنا حتى على الجو في مصر، حتى لو في الصيف انت لو نزلت بدري او بالليل او بعد المغرب الجو مناسب جدا للمشي. في الشتاء بالعكس الجو ممتاز للمشي، الجو مشمس، الجو صحي. يعني هنا انا طبعا قاعد في مكان جميل جدا، لكن المكان ده هو جميل جدا في الصيف فقط. في الشتاء هيبقى مكان ساقعه، هيبقى صعب ان انا افضل قاعد هنا كده عادي بالشكل ده. فبالعكس احنا عندنا يعني في بلادنا الموضوع متسهل جدا للمشي، ومفروض الناس كلها تهتم بالموضوع ده بشكل كبير. دلوقتي ازاي نبتدي نمشي ونغير نمط حياتنا؟ هو طبعا هنا في المقال بيتكلم ان انت مش مطلوب منك كتير، انت كل المطلوب منك هو حوالي نص ساعة في اليوم فقط. فاعتقد كلنا سهل ان احنا نلاقي نص ساعة في اليوم او نوفر من وقتنا نص ساعة فقط في اليوم، لان ده طبعا هنشوف هينعكس على صحتنا قد ايه. اول حاجة طبعا بنتكلم فيها ان انت لازم تبتدي بالراحة. انت لو بقالك فتره ما بتمشيش، بقالك فتره ما بتلعبش رياضه، مش لازم اول ما بتبتدي كده تبتدي بقى بقوه جدا وتمشي مسافات طويله وتجري وتعمل. لا، ابتدي بالراحه، ابتدي سلولي. حتى لو انت عايز تبتدي 10 دقائق في اليوم، 5 دقائق في اليوم، مفيش مشكله. از لونج ان انت هتحاول توصل للجول بتاعك يبقى مفيش مشكله خالص. اي طيب الخطوه الثانيه اللي بيحكي لك عليها برضو ممكن تبص على الموضوع الستبس او الخطوات. طبعا دلوقتي كلنا معانا التليفونات بتاعتنا السمارت فون بيحسب لك كم خطوه انت مشيتها في اليوم. الفكره في الخطوات دي بتشجعك ان انت تتابع طبعا البروجرس بتاعك في المشي قد ايه. فبيقولوا بالعكس الابلكيشنز دي سواء على الموبايل او انت لو معاك مثلا ساعه بتحسب الخطوات دي بتشجعك كتير، بتخليك برضه تحسب انت مشيت كل يوم قد ايه، وتسهل عليك شويه ان الموضوع الحسابات. فالموضوع الستبس حاجه ريكومندد جدا ان انت تبص عليها يعني. الخطوه اللي بعد كده انت تلاقي walking body، يعني تلاقي حد يمشي معاك، حد من اصدقائك، ممكن زوجتك، ممكن اخوك، ممكن اختك، حد يشجعك على المشي. ده هيفرق معاك بشكل كبير. اخر حاجه بقى بيتكلموا فيها هنا بيقولوا don't be hard on yourself، يعني مش لازم تبقى قاسي على نفسك. بمعنى مثلا انت لو بدات تمشي وجالك فتره بعد كده كنت مشغول فيها وما قدرتش تكمل على الجدول بتاعك، ما قدرتش تخصص نص ساعه في اليوم، مفيش مشكله خالص. مش لازم تبقى قاسي على نفسك. بالعكس اهم حاجه تبقى عندك بس النيه وتبتدي خطوه بخطوه عشان توصل للهدف بتاعك. فمش لازم تبقى قاسي على نفسك، لكن لو بدأت وخليت طبعا المعلومات دي في دماغك قد ايه المشي فيه فوائد صحية لينا كلنا. ثقافة المشي يمكن من الحاجات اللي مش موجودة قوي في بلادنا.
يعني مش موجود مثلا ثقافه ان احنا لو هننزل نخرج مع بعض مثلا هنقابل اصدقائنا. معظم الناس بتنزل تقعد على القهوه، بتنزل تقعد في كوفي شوب، ما فيش يمكن فكره اللي هو طب خلينا ننزل نتمشى، خلينا مثلا ننزل نروح حديقه نتمشى فيها. مع ان الجو مناسب جدا للمشي والجو جميل يعني في البلدان العربيه سواء صيف او شتاء. فطبعا بعد ما قرينا المقال ده، مقال ممتاز جدا بيشرح قد ايه ان المشي مهم جدا للناس كلها سواء الكبار للصغيرين لكل الاعمار. خلينا نبتدي مع بعض كده خطوه بخطوه، نخلي المشي مش مجرد رياضه بنعملها او حاجه بنعملها بالقصد، هي ثقافه عندنا. في يوم الجو جميل، يوم انت حاسس بنشاط، انزل اتمشى، انزل استمتع بالجو. بشكل عام مثلا لو انت شغلك قريب من البيت انزل روح الشغل مشي، مش لازم تاخد تاكسي او تاخد العربيه. خليه يمكن ثقافه في يومك، مش مجرد ان هو حاجه بتعملها انت مجبر عليها او كذا. فلو خلينا المشي ثقافه عندنا ده هيفرق جدا في حياتنا، هيفرق جدا في صحتنا. بس ادعوا لي، انا عندي يوم طويل جدا النهارده، انا حتى بعيد قوي عن البيت ومشيت كتير جوه الحديقه، فلسه قدامي مشوار طويل. انا النهارده مشيت حوالي 10 كيلو سو فار، فالحمد لله مشيت، عملت مشي كويس. انا بصراحه من ساعه ما جيت هنا بمشي كتير جدا، واخدها فرصه ان انا في الاجازه الصيف بتاعتي وان انا مسافر بحاول ان انا امشي اكتر من الاول. وطبعا مش هكذب عليكم انا مش يعني مش بيرفكت، انا بالعكس الاسبوع اللي فات اللي قبل ده كنت في مصر، وهوريكم حتى الستبس بتاعتي على الموبايل. ما مشيتش خالص تقريبا، بالعكس كنت بستخدم العربيه على طول. ويمكن الستبس بتاعتي كانت مثلا 3000 في اليوم 4000 في اليوم. لكن يعني خلاص جات لي فرصه دلوقتي، انا سافرت وجيت هنا ودي اجازتي، فبستغل الوقت ان انا بحاول امشي اكتر. وحتى هتشوفوا في الصور اللي انا حاططها دلوقتي ان من ساعه ما جيت هنا لا مشيت مسافات محترمه. طبعا ده ازيد من اللزوم، لكن الواحد فرصه ان هو في اجازه، وكل ما بيعمل اكتر بيستفيد صحيا اكتر يعني. شكرا يا شباب انتوا اتفرجتوا على الفيديو ده، الواحد بس بيحاول يقول معلومه ممكن تفيد اي حد ان هو بيتفرج عليه. وطبعا فرصه ان احنا النهارده في يوم جميل زي ده ننزل نتمشى شويه، نستمتع باليوم، نستمتع بالشمس، وفي نفس الوقت نفيد صحتنا.